أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره. يقول الشعراوي: لقد نادته الملائكة في أورع لقاءاته مع ربه، أو هو حينما دعا أخذ ما علمه الله للأنبياء: إذا أرادوا أمرا قاموا إلى الصلاة. أليس طلبه من الله؟ إذن فليقف بين يدي الله كل واحد منا عندما يصعب عليك شيء وتتأزم الأمور وتمتنع الأسباب، فليقم ويتوضأ وضوءا جديدا ويبدأ بالنية، حتى ولو كان متوضئا فليتوضأ من جديد وليقف بين يدي الله وليقل: أمر يا رب عز علي في أسبابك، وليصلي بخشوع. وأنا أجزم بأن الإنسان ما أن ينتهي من صلاته إلا ويكون الفرج قد جاء. أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء. وقد قال الشعراوي: إن من له أب لا يحمل هما، والذي له رب أليس أولى بالاطمئنان؟ إن زكريا قد دعا الله في الأمر الذي أراده أن يتحقق، وبمجرد أن دعا في الأمر قام إلى الصلاة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. إن الملائكة لم تنتظر إلى أن ينتهي من صلاته، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره. فإذا كان الله هو الذي يبشر يبقى جاي ولا لا؟ اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير ما صورتش معاكم فيديو روتين، وانا عارفه ان الحاجات دي بتحمسكم وبتشجعكم، واسفه جدا اني بتاخر عليكم بجد، بس غصب عني. وتعالوا نشوف الروتين الحلو ده مع بعض. زي ما شفتوا كده عملت الشباك، والنجفه كانت عليها شويه تراب كده، قلت يلا اخدها معايا بالمره، وهغير ملاية السرير كده. بصوا، حاجات اساسيات في البيت لازم نعملها، بجد بتسهل علينا وبتريحنا كتير قوي. لو لسه ما حطيتليش لايك للفيديو انزلي حطي لي لايك، ولو انتي مش مشتركة عندي في القناة يا ريت تشتركي وتنوريني وتكوني اخت من اخواتنا في الفيديو. تعالوا شوفوا اوريكم انا جبت لمريم ايه. نزلت جبت لها وحدة الادراج دي الصغنونة. بصوا، هي الوان كده، تحط فيها بقى توك، تحط فيها قلمة، تحط فيها حلقان، خواتم، الحاجات بتاعت الاطفال دي، يعني اي حاجة رفيعة تحطها جواها. زي ما قلت لكم كده، اي حاجة رفايع كده بتحطيها. هنا انا كنت بمسحها، انا لسه شايلها من الورقة، بس برضو البلاستيك كان عامل ريحة كده كانت مش حلوة، فانا قلت يعني المعه كده بشوية البريكس وشوية المية كده يعملوا ريحة حلوة. تمام. تعالوا بقى نشوف الكومودينو ده من ماركة الوطنية. طبعا عايزة اقول لكم الوطنية دي بلاستيك بتاعها نضيف جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ده كومودينو بلاستيك. ده مش بتاع البصل على فكرة، ده بتاع الهدوم. ده يتحط فيه منظم، تحطي فيه بصوا ليه عجل من تحت، تحطي فيه مثلا كتب، هدوم، زي ما قلت لكم اي حاجه انتوا عايزين تحطوها. طبعا بصوا الادراجه عميقه ازاي من جوه. طبعا انا قلت لمريم يا مريم انت عايزه تحطي فيه هدومك ولا تحطي فيه ايه، فهي عايزه تحط هدومها جوه. فطبعا البلاستيك بتاعه ناعم جدا جدا ومتين ونضيف، مش البلاستيك اللي هو بيشبك في الهدوم وبيهدلها. فعايزه اقول لكم ان هو حلو جدا. الكومودينو ده كان عامل كام؟ بصوا هو 4 درج تقريبا او 5، مش عارفة، 1 2 ثواني كده بس لما ارجع ورا، تقريبا يا 4 يا 5 درج. المهم ان هو 4 درج. بس عايزة اقول لكم غويط وبيشيل كمية هدوم رهيبة. فطبعا حلو جدا، عشان انا كده الدولاب عندهم كبير جوه، وبس مش مشكلة، هي عايزة تحط هدومها هنا مع نفسها في الأوضة الصغنونة بتاعتها. المهم ان هو حلو جدا. كان عامل كام؟ كان عامل 560. طبعا هتلاقوا الأسعار متفاوضة من مكان لمكان، بس لونه جميل جدا. بصوا زي ما قلت لكم، بنطلونات جينز، كتب، اي حاجة انت عايزة تحطيها بتحطيها. بس وهنا بقى ياسين قال ايه، انا بقى هعمل لها الحتة دي، اي لمع الحته دي بالموب كده.
فهو كان يعني حابب يعمل الحتة دي. ياسين ده ابن اختي، فهو بقى عمل كده وظبط الدنيا وحط كمان الكومودينو، واحلى حاجة فيه ان هو بعجل. فبصراحة جميل. بصوا منظره شيك ازاي، وبصراحة جاي على قد المكان بالظبط. وزي ما قلت لكم اللي فوق دوت تقدري تحطي فيه اي حاجة رفيعة. تعالوا نشوف اكلتنا النهاردة عبارة عن ايه. كان عندي ربع كيلو صدق، ف كنت يعني قلت مش عارفة اعمل اكلة ايه، ففكرت اعمل لهم مكرونة بالصدق بس بالبشاميل. قلت يلا مش مشكلة، هو ربع كيلو بس ان شاء الله هنعمل بيه اكلة خطيرة جدا. هنا جبت حلة بسلق فيها المكرونة، حطيت المكرونة اهي بتتسلق، والناحية التانية جبت الصدق وشوحته من غير ولا نقطة زيت. هو زي ما انتوا عارفين الصدق بينزل الدهون بتاعته. هنا التليفون وقع مني وقعة جامدة يعني. هنزل بقى بشرايح بصل، هشوح بقى البصل مع الصدق كده. يا سلام، ما اقولكوش بقى على الريحة. وطبعا الصدق ده حسب الجزار، في صدق بيبقى حلو كده متبهر وريحته تفتح النفس من قبل حتى ما يتعمل. جبت الصدق حطيته عليه البصل. طبعا البصل ده حسب ما انت عايزه اقول لكم ان هو بيدبل مش بيبان. وحطيت كمان كان عندي فلفل الوان كده حته في الفليزر، احمر على اصفر. وكمان قطعت حته تانية رومي كانت عندي اهو. الفلفل ده بيبقى مشطشط شويه، زودت برضو الفلفل ده. عايزه اقول لكم برضو انا بحب احطه في كل اكلات عندي، اي اكل بحب احط فيه الاكله دي الفلفل ده. شايفين الالوان عامله ازاي، ولا الريحه بقى خطيره. بس عملت بقى الاكله الجامده دي وخلاص كده. نيجي بقى لخطوه البشاميل. حطيت المكرونه كلها بقلبها على بعض، ورحت حاطه المكرونه كده في الصينيه، وحطيت في الارضيه كده طبقه بشاميل، وبعدين حطيت البشاميل على المكرونه ويلا بينا على الفرن. وخلصت اكلتنا الجميله. وتعالوا شوفوا الحلاوه والجمال. شايفين؟ طبعا هنا انا بعد ما صلحت بقى الشوايه بتاعتي وصلحت البوتاجاز بتاعي، عايزاكم تنزلوا في الكومنتات تقولوا لي مبروك ان انتي صلحتي البوتاجاز. طبعا بقى هنا اللحظه الجميله. بص بقبقه البشاميل ما اقولكوش بجد خطيره. البشاميل كده لما بيكون كتير بيبقى بجد روعه روعه. عملت بقى كده وكنت خدت بقى خرطة كده محترمة بقى، ما اقولكوش الحاجة القريبة لقلبي هو خرطة البشاميل وهي سايحة ونايحة. وهنا بقى هاكل بقى البشاميل، هسيبكم بقى كده واكل بقى انا واستمتع بالاكلة. ومش قادرة اقول لكم كانت طعمها حلو قد ايه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوها وتبقوا تبعتولي وتقولوا لي ايه رأيكم. هنا كلنا وهناكل بقى المانجا الساقعة دي، نقعد بقى في البلكونة كده في الطراوة نمزمز بقى المانجا الحلوة دي. ومع السلامة.